مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حبيت نودكم بروسيت بسيطة وسهلة وبنتها مضمونة. الروسيت نتاع اليوم هي جراتان بطاطا، ماهيش حاجة جديدة لكن ينجم كل واحد يعملها بالطريقة اللي تناسبه ويزيد المكونات اللي يحب عليها. أخذت كعبة بطاطا خاطر ما حبيتش نعمل كمية كبيرة، قصيتها بالطريقة اللي تشوفوا فيها وفوحتها بشوي ملح وكركم وزعتر مرحي وزدتها شوي صوص حارة، وإلا تنجموا تستعملوا الهريسة. بالنسبة للبطاطا من الأحسن وقت اللي تقصوها ما تقصوهاش خشينة باش تطيب أسرع في الفور، وإلا تنجموا تقلوها في الزيت وبعد تحطوها في الجراتان. وقتها تولي ما تبطاش برشا في الفور، تقريبا دريجين ربع ساعة وتنجموا تخرجوا الجراتان متاعكم. وزيت فوحتها بالزيت اللي طيبت فيه شوية دجاج مع كبدة الدجاج وخلطتهم مليح باش توصل اللفاحات والزيت للبطاطا الكل. الريسيت هذه تنجم تكون حتى على الغاز، نجم تحضروها في القلاي. من الأحسن إنه البطاطا تكون دجا مقلية وتحطوها في القلاي وتكملوا تحطوا المكونات اللي باش نشوفوهم الكل وتغطوها وتطيب على الغاز. لهني زدت مغرفة فرينة. بالنسبة للفرينة إضافة اختيارية، أني قبل ما كنتش نعمل فرينة في الجراتان، أما شفت مرة فيديو يعملوا جراتان بطاطا فيه شوي فرينة، يا أخي قلت نجرب ماهيش خايبة، حسيتها تعطي شوي كثافة للجراتان وزيد تعاون باش تتشرب شوي السوائل. وتو جبت المول متاعي دهنته بالزبدة، نجم تدهنوا بالزيت ولا بالزبدة كيف كيف. وبعد ما دهنت المول متاعي نجيب البطاطا بالكعبة بالكعبة نرصفهم من لوطة الطبقة الأولانية. مع البطاطا نجمو اللي يحب ينجم يزيد القرع الأخضر الكورجيت، أني ساعات نحطها مع البطاطا، أما تعجبني البطاطا وحدها من غير القرع الأخضر تجي أبن. هو راو بنين أما يعطي نكهة أقوى شوي للجراتان. ضفت عليهم شوي زيتون مقصوص، زدت عليهم كبدة الدجاج اللي طيبتها في شوية ماء وزيت وفوحتها، خليتها تطيب حتى لين ينشف الماء وقصيتها طروف صغار. وبالطبيعة تنجموا تعوضوها بأي حاجة تحبوا عليها ومتوفرة عندكم. وبعد خذيت ياغورت طبيعي، زدت عليه شوية حليب وخلطته مليح وصبيته على الجراتان. الياغورت الطبيعي نستعمله في برشا وصفات، في الحلو والمالح، ولهني في الجراتان بصراحة يجي بنين برشا. هني زدت عليه شوية حليب، حتى نجم نستعمل تقريبا نصف كعبة الياغورت أو حتى أكثر شوي، على خاطر البطاطا ماهيش طايبة دونك باش تطيب في السوائل هذه. وزدت عليهم شوية جبن، نسبة جبن النوع الموجود المتوفر عندك ولا تحب عليه. وإذا البطاطا طايبة دجا نجموا تحطوا الياغورت الطبيعي من غير حليب. وهذا الجراتان بعد ما احضر خليته ان يبرد شوي وحطيت منه في صحن. لهني ملاحظة للي ما يحبش الجراتان هذا يجي مالح برشا، تنجموا كما شفتوا في اول الفيديو البطاطا فوحتها وعملت حتى الملح، نجموا نقصوا الملح في المرحلة هذه، يعني مش لازم تحطوا الملح مع البطاطا في المرحلة الأولى، نجموا تحطوا الملح مع الصوص كما عملت مع كبدة الدجاج.
روحتها وحطيت فيها الملح. هذاك الملح يكفي مع الجبن والزيتون خاطر باش تجي مالحة، ديجا هذه جتني مالحة شوي، يعني كان جاء الملح أقل شوي تجي أبن من هكا. هذا بالنسبة لي على خاطر ما نحبش ماكلة تكون مالحة برشا. هذه كانت الرسالة في فيديو اليوم، إن شاء الله الرسالة والفيديو يكونوا عجبوكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.